Hello everyone, how are you? Let's talk about articles a or an. This is a story about called a and Luty an. تعالوا بينا نتعرف على أدوات النكرة اللي هي الآ والآن، وكمان هنحكي حدوتة صغننة خالص عن آ الطيبة وآن الشقية. الاتنين دول اخوات، والاتنين دول مشتركين في القواعد أو الرولز اللي احنا هنتكلم عليها اللي هي usage rules، قواعد الاستخدام. أهم حاجة اللي لازم يجي بعد الآ الطيبة وآن الشقية، أول حاجة لازم يجي بعديهم noun not verb or adjective، يعني لازم يجي بعديهم اسم ما يكونش لا فعل ولا صفة. دي أول حاجة. تاني حاجة لازم من شرط الاسم ده بقى شرطه اللي لازم يكون singular، يعني لازم يكون مفرد، يعني بمعنى أصح الاسم اللي جاي بعد منهم لازم يكون singular noun، اسم مفرد. تاني شرط للآ الطيبة وآل الشقية اللي لازم الناون اللي جاي بعد منهم لازم يكون countable noun. يعني ايه countable noun؟ يعني يكون اسم قابل للعد، ينفع ان انا اقدر اعده. وتعالوا بينا كده نعرف كده for examples. Number 1 It is a cat. It is a cat. تعالوا بينا نبص على الكات دي. الكات دي تعتبر ايه؟ اول حاجة تعتبر noun، اول شرط اتحقق. تاني شرط اللي هو الكات تعتبر singular، اسم مفرد. تالت شرط اللي هي countable، يعني قابلة للعد، يعني احنا نقدر نعد الكات دي. ممكن انا يكون معايا كات واخويا معاه برضو قطة، وكمان صاحبتي معاها قطة، يبقى 3 قطط، فبالتالي القطط تنفع ان هي تتعدى عادي جدا. Number 2 I have an apple. I have an apple. تمام. apple دي عبارة عن ايه؟ تعتبر noun، دي اول شرط. تاني شرط اللي هي تعتبر singular اللي هي مفرد. تالت شرط اللي هي countable اللي هي برضو بينفع انها تتعد. طيب number 3 I drink juice. I drink juice. الله، احنا ما حطلناش الآ الطيبة ولا آل الشقية ليه؟ تعالوا بينا نبص كده على النون اللي هو juice. juice ده معناه عصير، وده أول حاجة اللي هو noun، وهو كمان singular مفرد. تاني حاجة اللي هو يا ترى countable؟ no 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 no، ده يعتبر uncountable، يعني غير قابل للعد، ما نقدرش نعده. هل نقدر نعد العصير نقطة نقطة؟ ما ينفعش، فبالتالي ده مش هيجي اللي قبليه لا آ طيبة ولا آن الشقية خالص، لأن ده غير قابل للعد، ما ينفعش اللي أنا أعده. تعالوا بينا نشوف this note مع بعض. juice is uncountable noun. juice ده يعتبر اسم ما ينفعش اللي احنا نعده، زي مثلا water المية، milk coffee tea rice sugar honey. اي حاجه ما ينفعش ان انا او اقدر ان انا اعدها، فبالتالي مش هتاخد لا الطيبه ولا آن الشقيه قبل منها. be careful. تعالوا بينا لازم نخلي بالنا كويس قوي قبل ما نحط الآن الطيبه او آن الشقيه للاسم او قبل النون عموما. زي كده نشوف I need a book. I need a book. بالتالي هنا حطينا الآ قبل book عشان البوك ده يعتبر noun وفي نفس الوقت singular وفي نفس الوقت countable. طب هنا I need a box. الجملة دي is wrong، غلط جدا. ليه غلط؟ عشان أولا box دي تعتبر مش singular، يعني ده مش اسم مفرد، بالعكس ده اسم جمع، فبالتالي مش هيجي معاها لا ولا آن خالص، يعني عموما مش هيجي قبلها آ خالص لأن ده اسم جمع، فبالتالي الجملة دي غلط. وتصحيحها بتقول I need box. I need box. وممكن أقول I need a book. I need a book. تعالوا بينا نشوف هنا كمان I need an apple. I need an apple. طبعا الجملة دي صحيحة عشان الآن جاي بعدها apple، وapple ده اسم singular plus countable، وكمان اللي هو يعني يعتبر noun. طيب الإكزامبل التالي I need an apple juice. I need an apple juice. طبعا الجملة دي غلط خالص، لأن apple juice اللي هو عصير التفاح مهما كان هو عصير، فبالتالي ما ينفعش ان انا اعده، ما ينفعش ان انا احط قبليه لا ولا آن خالص، ما ينفعش اقول آن apple juice خالص، لأن هو في الأول وفي الآخر ده يعتبر عصير تفاح. تعالوا بينا يا صحابي نشوف كده مع بعض امتى نستخدم آن طيبة وامتى نستخدم آن الشقية وامتى منستخدمش أي حاجة خالص فيهم.
أول حاجة الطيبة بنستخدمها with consonant sound letter، يعني لما يجي معاها حرف ساكن، يعني الاسم بتاعها أول حرف فيه بيبدأ بحرف ساكن، زي مثلا a bear. a bear bear دي بتبدأ بحرف البي، الساوند بتاعه ب. a line. a line بتبدأ بحرف ال والساوند بتاعه ل. a fish. a fish بتبدأ بلتر F والساوند بتاعه ف. a car. a car بتبدأ بحرف السي والساوند بتاعه ك. a house. a house بتبدأ بلتر H والساوند بتاعه ه. وبذلك احنا بنستخدم الطيبة مع الكلمات اللي بتبدأ بحروف consonant، ولازم أشغل وداني فيها واسمع الساوند بتاعها. أما الشقية بنستخدمها with vowel sound letters، يعني مع أي صوت حرف متحرك، زي ال A وال E وال I وال O وال U. يعني معنى أصح لو سمعت أصواتهم معنى أصح فبستخدم الشقية وأنا مغمضة عينيا، حتى كمان لو سمعت أسمائهم تمام كده برضو بنستخدم الشقية. بس نخلي بالنا بقى في النقطة اللي أنا هقولها كمان شوية، زي مثلا an apple بتبدأ بحرف ال A وال A ده الساوند بتاعه بيقول a. an egg بتبدأ بحرف ال E والساوند بتاعها إيه. an eagle وبتبدأ بلتر I والساوند بتاعه إيه. an orange بتبدأ بحرف ال O والساوند بتاعه أوه. an umbrella بتبدأ بحرف اليو والساوند بتاعها an umbrella. طبعا كل حروف الفاولز بتاعتنا لما اسمع أصواتهم زي مثلا حرف A لما بيقول الصوت بتاعه أو بيلطق باسمه ويقول A sound، فبالتالي أنا كده بستخدم الشقية سواء سمعت صوت الحرف أو اسمه. بس في حرف واحد هو اللي تراكي أو هو المخادع اللي بيضحك علينا، وهو الليتر يو، لازم نخلي بالنا منه كويس قوي. حرف اليو لو اتلطق وقال sound فبالتالي أنا وأنا مغمض عينيا بستخدم الشقية على طول. أما لو سمعت حرف اليو بيقول يو sound زي كلمة uniform unicorn university، كل دول بيخلوا حرف اليو بيتلطق يو sound، وبالتالي بنستخدم معاه الطيبة. دي لازم نخلي بالنا منه كويس قوي الحرف المخادع ده، لكن كل حروف الفاولز بتاخد الشقية على طول واحنا مغمضين علينا ما عدا حرف اليو. لازم نركز معاه كويس جدا واسأله يا ترى يا يو انت بتلطق زي umbrella ولا بتلطق يو زي يونيكورن؟ طيب تعالوا بينا يا صحابي نتعرف على امتى ان انا ما احطش ولا ان خالص. امتى يكون الناون ده قبليه nothing لا شيء، لا ينفع نحط طيبة ولا ينفع نحط الشقية. طبعا ما بنحطش طيبة ولا الشقية لو كان الناون ده uncountable. يعني uncountable يعني اسماء ما ينفعش اللي احنا نعدها، زي مثلا water زي juice زي money، كل دي اسامي ما ينفعش اللي احنا نعدها، فبالتالي ما بنستخدمش لا طيبة ولا الشقية. زي كمان الليمز اسماء الاشخاص زي مثلا احمد علي دينا، كل دول ما ينفعش استخدم معاهم الطيبة او الشقية. زي countries اللي هي البلاد، زي Egypt مثلا ما ينفعش كلمة Egypt اللي هي مصر مثلا او الدولة ما ينفعش اللي هي تاخد الطيبة او الشقية قبل منها. زي sports اللي هي الرياضة ما ينفعش اجي قبليها الطيبة او الشقية. زي مثلا football ما ينفعش اقول a football او ما ينفعش اقول a basketball، كل ده غلط، لازم اقول football على طول من غير الطيبة او الشقية. زي كمان plural nouns اسماء الجمع برضو بتاخدش الطيبة او الشقية، يعني ما ينفعش اقول a box برضو كده ما ينفعش، لازم طبعا بتكون من غير او يبقى احنا عندنا الطيبة او الشقية ما بتاخدش uncountable nouns، ما بتاخدش names او countries او sports
أو plural nouns الأسماء الجمع. Be careful. هقول لك على معلومات صغننة لازم تخلي بالك منها قبل ما تحط الآن الطيبة أو آن الشقية قبل السنجلر noun أو قبل أي اسم مفرد. أول حاجة letter U is tricky. حرف اليو ده بيعتبر حرف مخادع، وزي ما قلنا كده قبل كده لو سمعت اليو بيقول sound فهياخد آن الشقية وإنت مغمض عينيك زي كلمة umbrella. أما لو اتلطق حرف اليو يو ساوند اتلطق باسمه معنى أصح فهياخد الطيبة زي كلمة unicorn. Number 2 خلي بالك كلمة our بتتلطق our. حرف الاتش هنا بيكون silent ما بيتلطقش، فبالتالي هنا مش هناخد الطيبة عشان هو فيه letter h، لا هناخد الشقية عشان كلمة our بتتلطق our والletter h يعتبر silent مش بيتلطق معانا خالص. Number 3 كلمة happy. كلمة happy طبعا تعتبر adjective، تعتبر صفة، مش هتاخد الطيبة خالص لأنها تعتبر صفة. تاني حاجة برضو كلمة honest مش هتاخد الشقية لأنها برضو تعتبر صفة. بس نخلي بالنا لو الصفة دي أو الادجكتيف دي جا بعديها noun طبعا بياخد معاها الطيبة أو الشقية. زي المثال ده happy girl تعتبر هنا هتاخد يعني هقول a happy girl. ليه هقول a happy girl؟ عشان الصفة دي جاي بعديها noun، فبالتالي noun ده بيجبرها اللي هي تاخد الطيبة أو الشقية عادي جدا. طيب لو جينا قلنا مثلا red flower هنا هتاخد الطيبة a red flower. ليه هتاخد الطيبة؟ لأن هي جه بعد red اللي هي الادجكتيف اللي هي الصفة دي اللي هي كلمة red جه بعديها noun اللي هو flower على طول. الnoun ده هو اللي بيجبر الادجكتيف أو الصفة اللي لازم يجي قبلها الطيبة أو الشقية. Number 4 apple juice. زي ما احنا قلنا apple juice مش هتاخد الشقية خالص لأن في الأول وفي الآخر ده يعتبر عصير، هو يقصد على عصير التفاح. ما تبصش على الابل بس وتنسى الكلمة اللي بعدها، لازم تركز قوي قوي على الكلمة كمان اللي بعدها. هو بيقولك apple juice عصير التفاح، مهما كان هو في الأول وفي الآخر يعتبر عصير، والعصير ده عمره ما يتعدى أبدا أبدا أبدا، وبالتالي مش هنقدر ناخد لا ولا آن خالص. Number 5 sun earth moon. الثلاث حاجات دول sun اللي هي الشمس، earth اللي هو الأرض، المون اللي هو القمر، دول ما ينفعش ياخدوا معاهم لا ولا آن خالص. ليه بقى؟ لأن هما معروفين، يعني ما فيش غير شمس واحدة بس في حياتنا، مفيش غير أرض واحدة بس في حياتنا، وفي نفس الوقت مفيش غير مون واحد أو قمر واحد بس في حياتنا، فبالتالي دول معروفين جدا 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 مش أدوات نكرة. والحاجات المعروفة جدا جدا بيجي قبليها ذا، يعني هقول the sun أو the earth أو the moon، مقدرش أقول أو آن خالص لأن هما معروفين. Number 6 ولازم تخلي بالك لازم نشغل ودنا كويس جدا جدا قبل ما نختار الطيبة أو الشقية، ده أهم حاجة. زي مثلا نشوف كده for example my name ends with M letter. my name ends with M letter. خلي بالك هنا هو مطالب منك انك تحط الطيبة أو الشقية قبل letter M ده، بس لازم تخلي بالك في ممكن الأطفال تقولي لا احنا مش هنحط أي حاجة خالص، ولكن letter M هو قابل للعد عادي، يعني نقدر نعده مفيش أي مشكلة خالص، نقدر نعد letter M. تاني حاجة لازم تخلي بالنا من الصوت أو نطق letter M. هنا نطق letter M هنا في همزة شوية في النطق بتاعه، فيه اهتزاز في النطق، تمام كده، في مد فيه ام. طبعا بعض الأولاد هتقولك ده letter M فهياخد الطيبة على طول، ولكن that's wrong، ده غلط جدا. لازم letter M هنا بياخد الشقية لأن هو في مد فيه M. my name ends with an M letter. Number 7 languages and school subjects. يعني بمعنى أصح اللغات أو المواد الدراسية مش بتاخد قبليها لا الطيبة أو الشقية. يعني لو قلت Arabic، قلت English، قلت Spanish،
كل ده ما بياخدش الطيبة أو الشقية، غير لو جه بعديهم نون بقى، فبالتالي ممكن ياخد الطيبة أو الشقية عادي. يعني لو قلت مثلا English language أو مثلا English book، وكل ده ممكن ياخد عادي جدا، زي an English language أو an English book. برضو عندي المواد الدراسية زي الماث أو الساينس أو الإنجليش عموما، كل ده مش بياخد لا ولا خالص. يعني هنا بنقول I read an English book. طبعا زي ما احنا قلنا أخدنا الشقية عشان اللي هنا جاء بعدها كلمة book اللي هي النون. أما هنا ممكن أقول I like bath. I like bath. طبعا هنا بس ما بتاخدش ولا خالص قبل بالله، عشان هي مواد دراسية وفي نفس الوقت تعتبر جامعة. وبكده طبعا خلصنا شرح الطيبة الشقية. أتمنى يكون الشرح عجبكم. أشوفكم بألف خير. Goodbye.